تبدأ الرواية بنت جميلة جمالها حكاية، عاملة طفيلة عينيها آية، في الجمال أحلى الصبايا، والدتها عليها معتمدة، ما هي كانت أكبر إخواتها، عمرها في يوم ما كانت لمضة، شايلة البيت سعيدة في حياتها. وهو كان قريبها ابن ناس كبيرة مرتاحة وحبها وكان حبيبها، ما سابش للبعد مساحة، وفضلوا يوماتي مع بعض مفرقش أي بعد، وكانت غيرته عليها هلاك، وهي كانت شايفاه ملاك، لحد يوم كاتب الكتاب فرحوا لبعض والأحباب باركوا ليهم في البيوت في الهداوة من غير صوت، وكانت فرحتها مش عادية، ما هي كانت فاكراه هدية، حتى سابت كليتها لاجل تعيش معاه حياتها. فجأة الحلم طلع كابوس، شافت وساخة النفوس، ما هو الضمير ما بيتغسلش ولو كترت الفلوس، شافت اهانة بكل اشكالها، مش ده اللي كان هيموت علشانها، طلع مدمن كمان سكير، يشرب في ثانية دماغه تطير، كان ابن امه المدلع، ما هو صيت ابوه مسمع، عمل كل حاجة حرام وهي دايبة في الغرام، عاشت بدل السنة 6 ومن الضرب نحست الجتة، يا ريته ضرب يا ريته سابها، شرب في مرة قام كهربا، افترى عليها في المعاملة اشكال والوان لكل اهانة، نسي انه كان شايفها كاملة، خلاص على حبه بقيت ندمانة، وجابت بدل الطفل 2 ومبقتش عارفة تروح لفين، بقى ده اللي كان حب السنين، ده لسه القلب فيه حنين، بس خلاص جابت اخرها، هو واهله نكروا خيرها، خدت عيالها وهربت برا، كانت حامل لكن مضطر